هو ليه كل مرة تقولي فيها هابدأ من بكرة تلاقي نفسِك واقفة مكانِك؟ إيه اللي بيحصل في أول خطوة بيخلّيها تقيلة كده؟ اللي بيحصل إن مخِّك بيقاوم أي بداية جديدة، لإنه ببساطة ما بيحبش المجهول، أول ما تنوي تبدئي بيبدأ يرمي عليكِ أسئلة ما لهاش نهاية، طب لو فشلت، طب لو مش قدّها، طب لو الناس ضحكت عليَّ، طب مش يمكن بكرة أبقى جاهزة أكتر. تدخلي في دايرة الأسئلة دي وتفضلي تلفي جواها لحد ما تقتنعي إنِك فعلًا مش جاهزة، بس الحقيقة إن أنتِ لا كسولة ولا ضعيفة ولا مترددة، المشكلة مش فيكِ، المشكلة في مخِّك نفسه، لإن بيعتبر أي حاجة جديدة خطر حتى لو الحاجة دي هتغيّر حياتِك للأحسن، مع إن الحقيقة البداية مش محتاجة قوة، البداية محتاجة حركة، حركة صغيرة بس، لإن أول 10% من أي خطوة هم أصعب جزء. وبعدها هتكتشفي إن الموضوع كان أسهل بكتير من اللي مخِّك وقفِك عشانه، وعشان تتغلبي على المقاومة دي في قانون بسيط اسمه قانون ال5 ثواني، أول ما ييجي في بالِك إنِّك عايزة تقومي عدّي من 1 ل5 وقومي فورًا قبل ما مخِّك يدخل في وضع المقاومة ويبدأ يعطّل، صدقيني أول ما تخطّي أول خطوة هتحسّي إن كل اللي كان موقّفِك كان مجرد وهم في دماغِك، دلوقتي قولي لي إيه الخطوة اللي مأجّلاها بقى لِك كتير؟ اكتبيها وادّي لنفسِك 5 ثواني وابدئي النهارده.